السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين على قناة على اليوتيوب زراعة التين الشوكي في مصر. القناة اللي بتتكلم على التين الشوكي بس، بتتكلم على أفضل زرع على مستوى مصر من ناحية كل حاجة: توفير مياه، عمالة، مصاريف، زائد عائد مادي، وزائد إنتاج، وزائد تسويق على أعلى مستوى. الفيديو ده هنحكي معلومة مهمة جدا عن حاجة بتحصل للتين الشوكي وبترد، حاجة بتحصل وبترد لطبيعتها تاني. في ناس كتير مفكراها مرعبة، وفي ناس كتير واخداها عادي زي انا كده وزي غيري من مزارعين التين الشوكي. وفي ناس كتير ترسم النمرة تقول لك شيل واعمل. في حاجة اسمها التين الشوكي بتفيروس او بيحصل مثلا تغير في النمو والكلام ده كله، فبيحصل عندها نظام تغيير كده وترجع لطبيعتها تاني. ده بيحصل طبيعي جدا، وارد، وبيحصل للانسان نفسه. فهنتكلم على الحتة دي. شايف المنظر ده؟ شايف التين ده كده عامل ازاي؟ بنقول عليه فيروس زي هنا كده اهو. تمام، اه كده. دي شجرة واحدة، لو نلاحظ الأم والكتف وكل حاجة توزيع واحد كله، سبحان الله أهي فيرسة. تمام، نيجي للي جنبها دي لازقة فيها، هي تين طبيعي عادي خالص مفيش أي مشكلة. نيجي لنفس الشجرة بقى اللي مفيرسة أهي، احنا بنقول عليها مفيرسة فوق أهي. نيجي لي بقى الكف في ريحها أهو، تين طبيعي سبحان الله. فمحدش يرعبك ويقول لك إيه الحق فيروس التين محدش يرعبك يا جماعه. اهي التين عمر 8 سنين في وسط المزرعه عادي سايبينها بترجع لطبيعتها تاني والله. هنيجي للجنب منها اهي، جنبها اهو طبيعي جدا سبحان الله. نيجي الكف فيها، بص انا بنقل معاك بالكاميرا اهو، اهو كف فيها اهو فيروس اهو، اهو شايف كده اهو، ده زي ده اهو فيروس اهو. فمحدش يرعبك الحق شيل بسرعه ده مفيرسها ده الكلام. نيجي للشجره اللي جنبها ايه، هل انا لو عارف انها فيها عدوى وفيها مشكله ومصيبه هسيبها كده بالحجم ده؟ بترجع لطبيعتها تاني والله. محدش يرعبك الحق وشيلها وارميها بره، الحق ده مفيرسها تصدقش الكلام ده؟ كل ده واحد خريج زراعه، مهندس زراعه يعني، طبعا مع احترامي لكل المهندسين الزراعيين وانا منهم، بس انا ممارس المهنه ممارسها. فمش كل واحد يرعبك يقول لك الحق واعمل. لا لا، طبيعي عادي خالص، شجره طبيعيه اهي. هي مجرد شويه التترات كده او تغيير في النمو اثر عليها عمل لها كده وترجع لطبيعتها تاني، تطرح تاني عادي مفيش مشكله، عادي طبيعتها تاني. السنه الجايه تلاقيها طبيعيه ومية مية وزي الفل مفيش اي مشكله خالص. فما حدش يقول لك الحق وشيل ويرعبك، شغل الرعب ده ملوش لازمه. اهي هي خلينا مع بعض، هي نفس الشجره، على يمينك المفيرس على شمالك الطبيعي، وهم نفس الام وهم نفس الكتف وطالعين في مكان واحد اهو. بص عليهم لو تلاحظ هتلاقيهم خراج واحد كله، ام واحده اهي، اصل واحد تحت. فما تترعبش، محدش يرعبك. اللي يرعبك اللي مش خبير في التين الشوكي على فكره، اللي ملوش في التين الشوكي يقول لك الحق هو شايفها كده شكله بالنسبه لهم فيرسه وتينه زي مثلا اشجار الموالح او اللي بيحصل في الموالح والكلام ده كله بتضر الشجره اللي بعديها والكلام وارد الكلام ده يحصل، بس مش في التين الشوكي. اوكي، عشان نخرج التين الشوكي بره الدايره، لان ده تين القساوه اللي بيستحمل كل حاجه، تين اللي بشنا وبيقف معانا. فبلاش نألف عليه ونقول كلام كتير بحس ان احنا نرعب الناس لا لا، اهو نفس الفصيلة. انا اتكلمت معاك كتير في الفيديو، يا رب تكون ايه فدتك. اهو الاتنين مع بعض اهو، المفيرس على ايدك اليمين والتين الشوكي على ايدك الشمال، والاتنين من ام واحدة سبحان الله. هو التين كده برضو لاحظت الزاوية دي اهي، اهي شايف يا جماعة اهو، لو تلاحظ نفس الام. هلف لك الجنب التاني اوريها لك، خليك معايا. اظن هنا واضحة خالص يعني، صح كده؟ مفيرس وسبحان الله ادي الام فوقها، تبارك الرحمن. هو بعالج نفسه يا جماعه، عشان اقول لك التين الشوكي بعالج نفسه، بيعالج نفسه اهو. اهو فيروس اهو الجزء اللي تحت اهو، وهيرد السنه الجايه. ما حدش يرعبك بقى، شيل وارمي بره اهو.
طب هقول لك مثال بسيط، هي لو فيروس هنسيبها العمر 8 سنين كده جوه المزرعه بذمتك؟ هي بتحصل لها سنه سنتين وترد تاني، ولا بتعدي اللي جنبها. ادي اللي جنبها اهي، وادي اللي جنبها طبيعي خالص، وادي امها نفسها جزء منها طالع اهو، طالع طبيعي وبينجمع ومفيش اي مشكله خالص. اوكي، يا رب الكلام يقنعكم ووريتكم على الطبيعه. هقول لك على حاجه بسيطه اهو، كان طرح السنه اللي فاتت كويس الحمد لله، كوزه قديم من السنه اللي فاتت، تمام، حبايه قديمه من السنه اللي فاتت، بس حبايه طبيعيه، بس هو بيحصل كده تغيرات كده طبيعيه سبحان الله، فبترجع تاني لطبيعتها. يا رب يكون الفيديو فاد الكل، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.